المحمدية نكبت نكبات، وهذه النكبات أنا أقدر أنها إلى وقتنا هذا 6 نكبات كبرى حرفتها عن مدارها. النكبة الأولى كانت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والوحي أشد ما يكون تتابعا، والنبي صلى الله عليه وسلم في أوج قوته ونشاطه، ليس في وجهه ورأسه 20 شعرة بيضاء، ولم يكتب لنا دستورا، ولم يبين لنا طريقة اختيار الحاكم ومحاسبته وعزله، ولم يعين لنا حاكما معينا. فكانت أزمة ارتد بسببها جمهور المسلمين عن الإسلام. كان رجال هذه الأزمة المهاجرون والأنصار اجتمعوا على بيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة، ثم اجتمعوا على بيعته في مسجد البيعة العامة، ولم يستطيعوا أن يرجعوا إلينا النبوة لأنها غير مكتسبة، وقد ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم استطاعوا أن يوجدوا لنا أحسن بديل بعد النبوة. نزلوا درجة أقل من النبوة، لكن هي أحسن شيء بعد النبوة، وهي الخلافة الراشدة على منهج النبوة. جاءت الأزمة الثانية، وهي أزمة فكرية، أزمة التطرف والتشدد. أنا ليس من منهجية ولا من شأني أن أرد على أحد انتقدني بأي شيء، وما قلته ليس فيه زلة ولا خطأ واحد، بل كله إجماع ونص، وليس من كلامي أنا، بل هو كله من كلامي، إما من كلام الله ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم المعتبرين. فأنا كنت أعد مصائب هذه الأمة الكبرى التي غيرت مدارها، وبالاستقراء هي 6 محطات أو 6 مصائب كبرى. أكبر مصيبة هي وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه المصيبة الكبرى التي أصابت الأمة. وأنا ما أدري سبحان الله كيف ينكر بعض الناس ويتجاسرون على إنكار هذه المصيبة. فمن أنكر أن الموت مصيبة فقد كفر، لأن الله قال فأصابتكم مصيبة الموت. ومن أنكر أن مصاب الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكبر المصائب، فهذه طامة كبرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن مصيبتنا به هي تسريتنا عن كل المصائب من دون ذلك. وبينت ما ترتب على هذه المصيبة أو آثار هذه المصيبة في الأمة، فذكرت منها الردة. نعم، ارتد بعض الناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادعى الأسود العنسي النبوة في اليمن، وقتله فيروز بن باذان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه. وجاء مسيلمة الكذاب أيضا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له الأمر من بعده، فلم يقبل أن يعطيه أي شيء. لكن المهم أن الردة الكبرى إنما حصلت بسبب وفاة رسول. ذكرت أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فاجأت المسلمين، فهو في أوج قوته ونشاطه، وليس في وجهه ولا رأسه 20 شعرة بيضاء، والوحي أشد ما يكون تتابعا وأكثر نزولا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب لهم أمر خلافته من بعده، فلم يكتب لهم دستورا، ولم يعهد الخلافة لأحد، ولم يبين لهم طريقة اختياره، هل بالأكثرية أو بالأقلية أو بالمهاجرين والأنصار أو بأهل بيعة الرضوان. هذه كلها احتمالات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين واحدة منها. وليس هذا تقصيرا منه ولا طعنا فيه أبدا، معاذ الله، لا يمكن أن يصدر ذلك من مسلم، لكن المقصود أن الله لم يأمره بذلك ولم يأذن له به، بل عندما أراد أن يكتب كتابا في آخر أيام حياته للمسلمين بالشأن السياسي منعه الله من ذلك عندما اختلفوا عنده وكثر عنده اللغط، وأمرهم أن يخرجوا عنه، ولا أنه لا ينبغي الاختلاف عند نبي من الأنبياء. المقصود أن الأزمة كانت واقعة على أصحابه. فقال أنس: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند موته كالمئزة المطيرة، منهم من اعتقل فلم يستطع القيام كعلي بن أبي طالب، ومنهم من أنكر عقله كعمر بن الخطاب الذي أخذ سيفه. ولكن الله ثبت أبا بكر الصديق، لأنه هو فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته عندما أخبرهم أن الله خير عبدا فاختار ما عند الله، ففهم أبو بكر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى، ولم يفهم ذلك غيره من الصحابة. فلذلك كان أبو بكر يتوقع وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه هذا، وكثير من الناس ما كانوا يتوقعون ذلك، بل جمهورهم لم يكونوا يتوقعون ذلك.
فتوفاه الله فارتد العرب عن دين الله، وردتهم أنواع، منهم من ارتد بالكفر المطلق والتكذيب واتباع الذين ادعوا النبوة كمسيلمة وسجاح وطليحة بن عدي والأسود العنسي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مالك بن نويرة. ومنهم من كانت ردته بإنكار الزكاة فقط، ومنهم من كانت ردته ردة سياسية بإنكار الإمامة والخلافة، كما قال الحطيئة في بني عبس: أطعنا رسول الله ما دام بيننا فوالح، فما شأني وشأن أبي بكر يورثها بكرا إذا مات بعده، فتلك لعمر الله قاصمة ظهري. فوفق الله المؤمنين بقيادة المهاجرين والأنصار لبيعة أبي بكر وحمدوا غبها، وقامت الخلافة على منهج النبوة. وقد جاءت النصوص بالإشارة إلى الخلافة، لكن لم تأتي فيها ترتيب الخلافة وكيف لمن تكون وعلى أي أساس تكون وكيف يكون الاختيار، هل من المهاجرين أو من الأنصار. هذه الأمور لم تحسمها النصوص، ولذلك حصل فيها الخلاف بين الصحابة في بداية الأمر. وكذلك من الآثار المترتبة على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وهو أعظمها انقطاع الوحي من السماء ورجوع الناس إلى الاجتهاد، وهم بالضرورة سيختلفون فيه. وهذه أكبر آثار وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا نبي بعده، وأن الوحي قد انقطع من السماء. ونعم لم ينقطع الاجتهاد وأحيل إلى أهل الاستنباط، فقد قال الله تعالى: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمر واضح ولا لبس فيه ولا إشكال، وليس فيه زلة واحدة فيما قلته ولا خطأ واحد، لأنه ليس من كلامي ولا من رأيي. وما أدري كيف سبحان الله فهم منه العقلاء هذا الذي فهموه، فما أظن أن دلالة الكلام يمكن أن تدل على هذا، ولا أن من يعرفني يمكن أن يتصور هذا. ولكن سبحان الله، نسأل الله صفاء القلوب والإخلاص في القول والعمل. وهذه فقط كانت هي المصيبة الأولى. ثم المصيبة الثانية بانتقال الصحابة وقضية بدء الثورة على العرب، كانت بدايتها الثورة الفارسية التي أدت إلى سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة التي تسمى بالعباسية. ثم كانت القضية الثانية هي التطرف والتشدد الذي أدى إلى سقوط الخلافة الراشدة وقتل 2 من الخلفاء الراشدين المهديين. والثالثة هي هذا القضية الديمغرافية. والرابعة كانت الغزو الخارجي. والخامسة كانت سقوط الخلافة العثمانية والاحتلال. والسادسة هي التي في زماننا، وهي دعوة الديانة الإبراهيمية. هذا الذي قلته ملخصا، والله يكرمك ويحفظك.